بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه، النهاردة كان في 3 ماتشات اتلعبوا. الماتش الأهم بالنسبة لمصر وبالنسبة للجميع هو منتخب مصر للشباب مستقبل مصر. فوزهم على غينيا 3. فوزهم على غينيا 1-0. ف يعني مبروك ألف مبروك صعودكم و... ونتيجة مشرفة. وانتوا بسم الله ما شاء الله لاعبين 4 مطوشة بدون يعني عاملين كلين شيت بدون ما يتهز شباككم. والحمد لله على حارس الرابع لفريق النادي الأهلي. و... وكويس ان هو اصلا بسم الله ما شاء الله يعني الواحد يطمئن عليه وعلى حراس المرمى بتوع النادي الاهلي. دي حاجة. الحاجة التانية كان النهاردة برضو ماتش انبي والنجوم. انبي فاز على النجوم 3-0. الماتش المهم برضو الحدث اللي هو اتلعب الساعة 8:30 ماتش الزمالك والمقاولين، اللي المفروض ان المقاولين العرب ما حضرش اصلا طول ال 90 دقيقة واربعة وقت ضايع. دول ما حضرهمش اصلا المقاولين العرب. يعني اظن كده ان المقاولين العرب ما حضرش النهارده. هو اللي حضر النهارده بالنيابه عنهم مجموعه عمال في الموقع بتاع المقاولين العرب. هم اللي جم ولعبوا الماتش بتاع الزمالك. ان الزمالك كان عامل ماتش حكايه النهارده بصراحه. الواحد ما ينكرش هذا ان هو اصلا بصراحه 3 اجوان في الشوط الاولاني وثلاثه في الشوط الثاني. كان ماتش جميل جدا من قبل الزمالك. وهم عملوا ماتش حكاية بصراحة. انك انت تلعب بنفس الاسلوب اللي انت كنت اصلا مش متعود تلعبه، وتعمل ماتش حكاية وكبير بصراحة. يعني الواحد ما ينكرش ده. انك انت تعمل ماتش 6-1 قصاد فريق بحجم المقاولين العرب. وطبعا المقاولين الواحد ما يقولش ان هم وحشين، بس هم ما حضروش النهارده اصلا يعني. وبعد كده برضو الواحد يشوف حارس المرمى أبو السعود اللي كان برضو أبو السعود كان حارس مرمى كويس. ما نعرفش ايه اللي حصل له. وهو دلوقتي ما تعرفش هو أصلا حارس مرمى المقاولين ولا هو يعني ما تعرفش. مش قادرين نوصفه بحاجة غير ان هو أصلا مش حارس مرمى. هو حاليا دلوقتي في الماتش ده كان مبيض محارة. أظن كده ان هو أصلا عامل مبيض محارة. مع احترامنا للمبيضين المحارة. هو اصلا كان عامل جاي النهارده من العمال بتوع المقاولين العرب، جاي يقف حارس مرمى. مش ده ابو السعود اللي هو اصلا كان حارس مرمى كويس يعني. واظن برضو ان المقاولين العرب اللعيبه كانوا النهارده في اجازه يعني. وهم باعتين العمال اللي هم بتوع الخرسانه والصب اللي هم بيشتغلوا في المقاولين العرب. مش دول فريق المقاولين العرب. واحب اقول لشوقي غريب انت كنت بتعمل ايه اصلا وبتعترض على ايه؟ يعني انت اعتراضك على ايه بالظبط؟ يعني احنا كنا عايزين نعرف انت بتعترض على ايه. انت راجل مغلوب 6-1، بتعترض على ايه اصلا؟ يعني انت واخد 3 في الشوط الاولاني وثلاثة في الشوط الثاني، وعلى استحياء جبت جون في الوقت الضايع يعني، على استحياء. والنتيجة 6-1. طبعا النتيجة 6-1 دي اصلا ليها يعني مدلول، وليها يعني ذاكرة عندنا عند النادي الأهلي. نتيجة 6-1 بيبو وبشير، بيبو وجون. طبعا الذاكرة دي مش هتنسى لأن كان ماتش حكاية. وكان بيلعب مع فريق الزمالك النجم والأسطورة حسام حسن. فكان ماتش يعني حكاية. وال6-1 دي بتذكرنا بالماتش ده يعني. بس ما ننكرش ان الزمالك اصلا عمل ماتش حكايه كويس جدا وروعه. ونتمنى من فريق الزمالك ان هو يبقى يستمر على الوضع ده.
وأظن إن هو إسيريو مدرب الزمالك برضو مدرب كبير وبصمته باينة، بس هم محتاجين إدارة كويسة. يعني هو الزمالك محتاج إدارة كويسة على أساس إن هو يستمر، ويبقى هو أصلا يخليه في نفسه، يعني يخليه الإدارة تخليها مع لاعيبتها، ويخليهم في ناديهم على أساس إن هم يعملوا نتائج. وإن شاء الله بإذن الله يعني إحنا نأمل إن إحنا نحسم الدوري، وإن شاء الله بإذن الله نحسمه إن شاء الله بإذن الله في ماتش الزمالك اللي جاي يوم 13/7. وإن شاء الله بإذن الله نحسم برضو بطولة الكاس، ونقابل إن شاء الله بإذن الله الزمالك هيقابل بيراميدز، وإن شاء الله بإذن الله إحنا نقابلهم، نقابل الغالب منهم يعني إن شاء الله بإذن الله. وبعد كده إن شاء الله بإذن الله نشوف يعني اللي هيغلب ويقابلنا، إحنا أهلا وسهلا بيهم، وإحنا منتظرين أي حد. يعني الحمد لله مستوانا، والحمد لله واثقين من الله سبحانه وتعالى ثقة كبيرة جدا، وواثقين إن الله سبحانه وتعالى يوفقنا، وإن شاء الله بإذن الله هنبقى مستوانا عالي جدا، وإن شاء الله نحصد الدوري ونحصد الكاس، وإن شاء الله كاس السوبر، ونعمل نتيجة كويسة. نأمل من الله سبحانه وتعالى يوفقنا في كأس العالم للأندية، ونعمل نتيجة كويسة، ونقدر إن احنا إن شاء الله بإذن الله ناخد مركز كويس، يا إما الله سبحانه وتعالى يوفقنا ونقابل السيتي ونعمل نتيجة كويسة أمامه. يعني احنا طبعا بنعشم وبنأمل إن احنا ناخد كأس العالم، وده مش بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. بس طبعا يعني احنا بنحط في نفسنا في الحجم بتاعنا، بس احنا الحمد لله بفضل الله نعتبر ان احنا بالنسبة لنا اسياد افريقيا واسياد القارة العربية، وان شاء الله باذن الله الاهلي فوق الجميع، وان شاء الله باذن الله هنعمل نتائج تبقى مرضية للجماهير، وتبقى مرضية للعيبة نفسهم، وتبقى مرضية للإدارة، ونفرح كلنا إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.